عنا طنجرة حطينا بقلب الزيت حمي. بضيف فوقها البصلة يلي قطعتها. هلا مثل ما عم تلاحظوا أنا قطعتها جوانح، فيكن تفرموها ناعم مثل ما بدكن. بحركها شوي لحتى تدبل، بعدين بضيف الفول. هلا أنا الفول يلي كان عندي فول مجمد، ما عنا الأخضر. إذا عندكم أخضر ضيفوا الأخضر. بنحركهم شوي بقلب بعض. المنكهات هي عبارة عن ملح، بضيف شوية كاري وبضيف بهار أسود. حطيت نص كوب مي بعد ما حركتهم مع بعض كتير منيح. بغطي الفول تقريبا نص ساعة على درجة حرارة متوسطة. بننتبه انه ما تكون كتير النار قوية تحته لحتى ما يحترق. نحن بدنا الفول الحبة تنطبخ من منيح. بعدين بغسل الرز. هلا انا لكل كوبين من الفول بضيف كوب من الرز. غسلت الرز كتير منيح، ضفتها على الفولات، حركتهم كتير منيح. بعدين بضيف المي. هلا تقريبا المي لكل كوب رز بضيف كوب ونص. بننطر لحتى يتبخر المي كتير منيح، بيغلي ويتبخر المي كتير منيح. بعدين بنوطي تحته وبنغطي الطبخة لحتى تتفتح على مهلة. الا اذا حسينا انه الميات بعد بدها ميات بتضيفوا شوية مي، بس انا كانوا الميات كتير مناح. مع هيدي الطبخة بحب انه اعمل سلطة. هلا انا قليت شوية قلوبات. إذا ما بدكم استغنوا عنهم. هي الطبخة بحد ذاتها أكل كتير كتير طيبة، بس حبينا إنه ندلعها شوي بالمكسرات. وألف صحة وهنا. وهيدي فكرة جديدة لتاني نهار الصيام، بتمنى إنه تنال إعجابكم. فول مع الرز أكلة كتير كتير طيبة، بتمنى إنه تجربوها وتحبوها. صحة وهنا على قلبكم. وهون دقناها، كانت الأكلة كتير كتير طيبة.